بحلم بيك، انا بحلم بيك، وفي السوبر انا مستنيك. رسميا يا برنس مجلس ابو ظبي يعلن يا برنس رسميا استضافة مباراة السوبر المصري ما بين الاهلي والزمالك على استاد محمد بن زايد الساعة 6:30 يا برنس. وادينا يا برنس حددوا الميعاد، واديني بقولها لك، بحلم بيك، انا بحلم بيك، وفي السوبر انا مستنيك. مباراة يا برنس خارج التوقعات، حرفيا يا برنس مباراة خارج التوقعات. ليه بقى يا برنس مباراة خارج التوقعات؟ لان المباراة ديت هتشهد يا برنس ان مدرب النادي الزمالك الجديد داخل على اول بطولة ليه وعاوز يخش يجيبها. يعني سيبك من الدوري ده كده كده بعد نادي الزمالك عن المنافسة، ولكن المدرب نادي الزمالك الجديد هيخش طبعا عاوز بقى ايه، يثبت نفسه قصاد الناس كلها وعاوز يجيب بطولة. فهيخش يا برنس عنده دافع وعنده حافز كبير جدا انه عاوز يجيب بطولة لنادي الزمالك. دي مباراة هتكون مهمة جدا. برضه يا برنس مباراة السوبر مصري دي هيكون قبليها النادي الاهلي لاعب مباراتين مع الرجاء، مباراتين من العيار التقيل. هل بقى النادي الاهلي في المباراتين دول ان شاء الله يعني هنقدر نكسب الرجاء وان شاء الله نتاهل؟ فهتخش على السوبر يا برنس وانت عندك دوافع كبيره جدا. لا قدر الله حصل حاجه غير كده فانت هيحصل مشاكل كبيره جدا. ولكن انا بقول لك مباراه السوبر المصري خارج التوقعات، لان قبليها هيحصل احداث كتيره جدا. فالاحداث دي يعني هتوديك للمباراه، يعني في حاجه هتحصل في الماتش. هل بقى النادي الاهلي كسب الرجاء يا برنس فيخش مباراه السوبر المصري ديت بدوافع كبيره جدا ويخش بقى انه عايز ايه، يلم الليله يا برنس، او لا قدر الله حصل حاجه تانية فهنشوف القصه ديت يا برنس. ولكن رسميا السوبر المصري يوم 5/5 الساعه 6:30. واديني بقولها لك تاني، بحلم بيك، انا بحلم بيك، وفي السوبر انا مستنيك.